افضل فلاج شيب السنه من سامسونج وهو الاس 24 الترا الاقوى في كل موبايلات الاندرويد لسنه 2024. فهل الموبايل ده يستحق اللقب ده ولا لا؟ ده اللي احنا جايين نشوفه في الفيديو بتاع النهارده. فيا ريت تشجعني بسبسكرايب ولايك ويلا علشان نبدا في الفيديو. واول حاجه ومن اكتر الحاجات اللي ابهرتني في الموبايل وهي التصميم والخامات اللي الموبايل مصنوع منها. من اول لمسه ليا للموبايل كنت منبهر بالخامات والتصميم والبروده اللي من الحواف التيتانيوم، مع اللون التيتانيوم جراي اللي في بعض اللحظات لما بتعرضه بشكل مختلف للاضاءه بيقلب للون الاصفر، وهو اللون الاساسي اصلا للتيتانيوم. لما بيقلب بقى للون ده بيكون شكله مبهر جدا. وعلى الموبايل ضخم شويه ولكن انت مش هتنزعج منه، هتكون مبسوط بحجم الشاشه الكبير، وكمان مش هتكون متضايق من مسكه الموبايل بسبب الفريم العريض واللي ما بقاش فيه ايدجات، فبقيت قادر تمسك الموبايل بشكل افضل. وطبعا عندك الحافه اللي تحت فلات، فالموبايل بيكون هو اللي واخد تصميم ايدك، مع العلم ان وزن الموبايل مش خفيف خالص، 233 جرام. يعني لو الموبايل وقع منك انتوا الاثنين هيجي لكم اصابه، بس جايز الموبايل ما يتصابش قوي بسبب طبقه الحمايه اللي من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس 2 والفريم اللي مصنوع من التيتانيوم المتين جدا. وشاف بقى كل الابهار اللي انت شفته في التصميم ده ما يجيش ربع الابهار اللي هتشوفه في شاشه الموبايل. الشاشه اللي بحواف قليله جدا وشبه معدومه في الموبايل، واللي مخليها مبهره جدا هو ثلاث حاجات. اول حاجه تساوي حواف الموبايل، ثاني حاجه الزاويه القايمه اللي مصنوع منها الموبايل علشان يكون بشكل النوت، ثالث حاجه ان الشاشه في الموبايل ده والاول نسخه من سامسونج يكون الشاشه فلات. وبسبب حواف الموبايل الصغيره دي انت ممكن تكون ماسك الموبايل وتفتكر نفسك ماسك الشاشه، وده اللي حصل معايا مع اول مره مسكت فيها الموبايل ده. عيني عملت ايرور كده، هو انا ماسك الشاشه بتاعه الموبايل بس كنت حاسس ان صوابعي مش ماسكه الفريم، هي ماسكه الشاشه على طول. الشاشه اللي بمقاس 6.8 من نوع دايناميك اموليد وبجوده كيو اتش دي، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس، توصل لعند 2600 نتس في المحتوى الاتش دي ار. والشاشه دي محميه بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس ارمور. والشاشه نفسها كعتاد ما اتغيرتش كتير قوي عن السنه اللي فاتت، بس هي ما زالت بنفس الابهار ولكن بسطوع اعلى وباقل انعكاسات في اي موبايل واقل حواف. انت كل ما تستعمل الموبايل ده هتكون منبهر جدا بالشاشه ومبسوط وانت بتستعمله، فرحان بالالوان وبالسطوع وبالدقه وبالسلاسه بسبب ال 120 هرتز. ما بالك بقى بالفرجه على اي نوع من المحتوى اللي بتكمل لك التجربه دي بالسماعات الاستيريو اللي في الموبايل. سماعات ممتازه ورهيبه وعلو صوت ممتاز والصوت نقي كمان. فيا ريت تزود استمتاعك ده باب، لا زودوا استمتاعكم باب واعملوا لي سبسكرايب يا شباب يا ابن اللعيبه. لا ده محمد اخويا بصراحه يعني. وبما انك هتتفرج على محتوى على الموبايل ده وتستمتع، فيا ريت بقى تعمل لي سبسكرايب ولايك علشان تزود متعتك وتزود استمتاعك مع السلاح الخطير اللي انا حبيته جدا من سامسونج وهو الاس بن. بص، هو بصراحه سامسونج من زمان ما اضافتش مميزات كتير على الاس بن، ولكن انت هتحصل على كل المميزات اللي منه، زي انك تاخد نوتس وتعمل ايماءات من بعيد والموبايل يستجيب معاك وتقدر تاخد بيه الصوره من بعيد، وتعمل زوم في الكاميرا وتقلب بين الكاميرا الاماميه والخلفيه وبين كل كاميرات الموبايل. وفي حاجه كمان انا بكون مستمتع وانا بعملها، وهو ان انا استعمل الاس بن في السوفت وير اللي بقى مطعم بالاي اي، وتحديدا مع الجالاكسي اي اي. وبصراحه كده انا لما شفت مميزات الاي اي دي قلت خلاص كده احنا مش هنقدر نعيش بموبايلات ما فيهاش الاي اي. طب هل بقى الجالاكسي اي اي ده فعلا طلع مبهر؟ يعني خاب ظني بعد ما جربته ولا طلع فعلا ليه لازمه؟ هو بصراحه الموضوع ليه ابعاد كتير. بصراحه كده خاصيه الكوريكتنج سبيلنج ليها لازمه لو بتتعامل مع ناس كتير في شغل، مش مثلا وانت بتكلم صحابك. وفكره كمان انها شغاله مع كل اللغات، ومن ضمن كل اللغات دي العربي، فهي فعلا مفيد. حوار الترجمه بقى مش شغال في العربي، ففين الميزه في كده؟ حتى انت ما تقدرش تحول من عربي لانجليزي، انت مثلا ممكن تحول من انجليزي لالماني اسباني، فمين مننا بيتعامل في الاغلب مع اجانب مختلفين؟ فده بصراحه ملوش لازمه قوي. النوتس بقى جالك انك تقدر تنظم النوت، يعني انت لو كاتب كلام عشوائي تقدر تنظمه والاي اي يظبطه لك كده علشان يتفهم. وكمان تقدر تعمل جنريت للغلاف بتاع النوت على حسب الكلام اللي مكتوب فيها، بيقدر يحط لك عنوان وغلاف للنوت دي. وعندك بقى من اهم المميزات وهي السمراي، ده مفيد لناس كتير. لو انت مثلا بتدون حاجات ورا دكتور وعاوز تلخصه ده هيبقى جميل. لو انت مثلا بتقرا خبر والخبر ده طبعا موجود فيه اعلانات وموجود فيه لك كتير وانت عاوز توصل للخبر اللي انت عايزه بس، هتقدر برضه تعمل له سمرايز وتقدر توصل للخبر اللي انت عايزه من غير اللك والعجن الكتير اللي بيبقى في الاخبار. هتفتح الخبر هتعمل سمرايز وهتاخد الخبر اللي يهمك بس يجي هنا سؤال، ليه حاجه زي كده مش مدعومه في كل ابلكيشنات السوشيال ميديا؟ للتنبيه بس هي موجوده في السامسونج براوزر بس انا متفاهم انها لسه اول سنه وطبيعي انها ما تكونش متطبقه بالشكل الصح قوي، ولكن طبعا مع التحديثات الموضوع هيكون افضل. عندك بقى جزء تعديل الصور، هو روش من الاخر، يعني انت مش شرط تستعمله دايما ولكن هو روش. اللي ممكن تستعمله منه بس هو انك تشيل شيء انت مش عاوزه من الصوره، يعني موجود زباله على الارض،
موجود حد عاوز تشيله من الصوره، في الحاله دي انت ممكن تستعمل الاي اي في الصور. لكن غير كده انك انت تحرك شخص في الصوره، الحاجات دي بتضيف لك بعض الخلل في الصوره، ولكن زي ما قلنا ده علشان هو اول سنه، ففي الطبيعي ان مع السنين الجايه الموضوع هيكون افضل. بس فكره ان الميزه دي مش موجوده غير في الاس 24 الترا، فاي غلط حصل هم لا يلاموا عليه، او اي شيء ما اتطبقش بالشكل الصح 100%، لانها لسه هتنزل للفلاج شيب اللي قصاد الموبايل ده وهو الايفون 15 برو في شهر 9، وكل الشركات الثانيه مش موجود فيها اصلا المميزات دي. وعندك سامسونج هتنزله تحديث من اول سلسله الاس 22 اس 22 واس 22 بلس واس 22 الترا، ولكن الوقت اللي احنا فيه ده الموبايل الوحيد في العالم اللي موجود فيه المميزات دي. وعندك ميزه السيركل تو سيرش اللي متقدمه بالتعاون مع جوجل، هي عباره عن انك بتعمل سيركل حوالين اي شيء عاوز تعمل عنه بحث، فدي ميزه كويسه جدا وفي اوقات كتير جدا انت ممكن تستعملها وهتسهل عليك كتير بصراحه. كل ده مفيد وحلو زي الفل. السامسونج اي اي او الجالاكسي اي اي، يعني خلاص كده انا لازم اشتري الموبايل ده علشان موضوع الاي اي ده. هو بصراحه كمميزات انت ممكن تشتري الموبايل ده علشان الحاجات الثانيه، ولكن ان انت تشتري موبايل بعينه علشان مميزات الاي اي ده مش شيء منطقي. ولكن انت لو اخترت الموبايل ده عشان مميزات الثانيه فهتستفيد بمميزات الاي اي، زي اصلا ان انت ممكن تعمل كل الحاجات دي بابلكيشنز خارجيه، ولكن اصلا فكره انها مدمجه داخل النظام هي دي الميزه. النظام اللي جاي بواجهه ال1 يو اي 6.1 اللي مبني على اندرويد 13، حاليا وصل له 14 واللي وصل له دلوقتي الاندرويد 14. وال1 يو اي دي هي افضل واجهه اندرويد على الاطلاق، سلسه وشكلها مريح، وكمان اضاف لها شويه تعديلات كتير. ستاره الاشعارات بقى شكلها جديد وبقت شبه الكلر او اس، اللوك سكرين بقى شبه الاي او اس جدا، وسرقوا بعض المميزات من ابل زي ان الاولوز اون ديسبلاي تظهر لك الخلفيه اللي ورا، ولكن طبعا بتقدر تقفلها من الاعدادات علشان هي هتهلك لك البطاريه، وكمان ان الساعه تكون ممتده من اللوك سكرين في الاولوز اون ديسبلاي. وفكره انهم سرقوا الافكار دي من شركات ثانيه دي مش حاجه غلط، هو في الاخر انت واخد موبايل متكامل موجود فيه كل المميزات اللي من كل الشركات الثانيه في موبايل واحد، وكل شركه بتعملها بالشكل اللي هي شايفاه مناسب لاجهزته. المهم يعني بصراحه ان الموبايل ده سلس جدا وواجهته رهيبه وما بتهنكش، ولو حد قال لك كلام غير كده هتعرف انه كذاب، وده بفضل المعالج الجبار اللي جاي في الموبايل وهو السناب دراجون 8 جن 3، واللي الحمد لله ما عندناش في الموبايل ده نسخه الاكزينوس. وبصراحه بقى انت اول ما هتشتري الموبايل ده هتحس بسخونه جامده في الموبايل، والاحساس ده انت هتحس بيه لمده اسبوع او 10 ايام، وده طبعا بسبب ان الموبايل لسه مش هيكون فاهم استخدامك قوي، والموبايل كل شويه بيفضل يعتذر لك انه مش فاهم فعلا استخدامك وبيحاول يتعلمه. بس بعد الاسبوع ده انت هتلاقي الموبايل اختلف تماما من حيث الاداء والحراره والبطاريه. البطاريه بقى بعد الاول اسبوع ده هتبقى خطيره لدرجه انك ممكن توصل لعند 6 ساعات سكرين اون تايم بالشاشه وهي كيو اتش دي وعلى 120 هرتز، ودي حاجه تقريبا احنا ما بنشوفهاش في الموبايلات العاديه من غير الكيو اتش دي في وجود ال 120 هرتز، وبرده لسه بتتشحن بنفس الشاحن ال 45 واط اللي سامسونج مثبتاه من اول الاس 21 الترا. يعني بصراحه موبايل زي ده محتاج تطوير، موبايل زي ده هو موبايل الترا محتاج تطوير من سامسونج على الاقل في سرعه الشحن. موبايل قوي زي ده، ولو انت لسه مش مقتنع ان الموبايل ده قوي هتعرف انه قوي بسبب الجزء الاهم في الفيديو وهو نظام الكاميرات. انت عارف ان الالترا هو افضل جهاز من سامسونج في عالم الكاميرات، واللي جاي بنظام الكاميرات الرباعي اللي برضه متعودين عليه من اول اس 21 الترا، وهو الكاميرا الاساسيه بدقه 200 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 1.7، الثانيه بدقه 10 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.4 وبتوصل لعند 3 اكس اوبتيك، والثالثه بدقه 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 3.4 5 اكس اوبتيكال و100 اكس ديجيتال، والرابعه كاميرا الترا وايد بدقه 12 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2، واللي الموبايل ده بيقدر يوصل لعند تصوير فيديوهات 8K 30 فريم، والكاميرا الاماميه بدقه 12 ميجا بكسل وفتحه عدسه 2.2 وبتقدر توصل لتصوير فيديوهات 4K 60 فريم. اول تعليق بس هو تغيير الكاميرا التليفوتو من 10 اكس ل 5 اكس، انت هتحس انه تنازل ولكن في الحقيقه هو تطوير، لانك مع الموبايل ده هتقدر تاخد بورتريهات لعند 5 اكس واللي بتطلع نتائج ممتازه، مع ان ده يعتبر في الكاميرات الاحترافيه هو مش افضل بعد، ولكن مع الموبايل ده انت هتاخد منه صور هتجبرك انك ما تتصورش غير بال5 اكس. وكمان في ميزه ثانيه انك اي حاجه كانت في الاس 23 الترا تحت ال10 اكس كانت بتتصور بالكاميرا ال3 اكس اوبتيكال زوم، فبعد ال3 اكس انت بتكون واخده ديجيت من 3 لعند مثلا 9 انت بتكون واخده ديجيت، ولكن مع الكاميرا ال5 اكس اوبتيكال زوم هتكون برضو واخده ديجيتال ولكن من ال5 اكس مش من ال3 اكس، ولكن طبعا بعد ال10 اكس الاس 23 الترا هيتفوق، ولكن ده بعد مش مستعمل، انت هتقدر تصور بيه مثلا القمر وهتجربه مرتين ثلاثه وفي الاخر هيتركن عنه، ولكن البعد اللي تحت ال10 اكس هو اكثر استعمال. وتعالى بقى نتكلم عن الصور اللي من الموبايل. سيستم الكاميرات ده هيخليك تاخد تجربه فريده ومميزه، وتعالى بقى نمسكهم كاميرا ونذكر اغلب خواص التصوير اللي في الموبايل، واولهم
اولهم التصوير العادي خالص. الصور من الموبايل ده رهيبه كالعاده من سامسونج، وكفلاكش بيطلع لك صور زاهيه ومحببه لناس كتير، وهو اللوك بتاع صور سامسونج. وفي اغلب الوقت الموبايل بيطلع لك صور بنسبه 99% هي الصوره الحقيقيه. وبصراحه برضو هتلاقي الصور واقعيه ولكن الصور الوانها حلوه، الوانها تحبها اكتر من الصور الواقعيه. احب اقول لك بقى لو انت منبهر بكل الحاجات دي، فمن رايي مفيش اي حاجه من دول مبهره قصاد اللي لسه جاي، او تحديدا مش دي الاسباب اللي هتخليك تحب كاميرا الموبايل وتحسها انها مميزه. قد الكاميرات التليفون اللي بتوصلك 3 اكس اوبتيكال و5 اكس اوبتيكال و100 اكس ديجيتال. ال100 اكس ديجيتال دي انت بتقدر تصور بيها حاجات بعيده زي القمر. انا نفسي صورت صوره لاحد المتابعين بالكاميرا ال100 اكس دي، فيا ريت تعمل سبسكرايب علشان اصورك في الفيديو الجاي. ولكن الكاميرا التليفوتو مش نقطه تميزها انها بتوصلك لعند القمر، ولكن نقطه تميزها الاساسيه هي انك بتقدر تاخد بيها صور بورتريه. وعد بقى معايا 1 اكس بورتريه و2 اكس و3 اكس و5 اكس. طبعا انت عندك ال2 اكس دي بيكون كروب من الصوره اصلا اللي بالعدسه الاساسيه لانها طبعا 200 ميجا بكسل، والموبايل بيطلع لك كل الصور دي بنفس الابهار. وبالنسبه للكاميرا ال3 اكس ممكن تحسها باهته شويه، ولكن ده بسبب وجود عدسه حمايه على الموبايل، وعدسه الحمايه دي كانت مخربشه شويه، ولكن في الاساس هتلاقيها بنفس الالوان اللي موجوده في باقي الصور. وعندك الكاميرا اللي ممكن تبهرك وتخليك تدمنها ومش هتقدر تصور غير بيها، وهي ال5 اكس في البورتريهات. بتطلع لك صوره انت مش عاوز تلعب فيها، انت عاوز تاخد الصوره دي تنزلها على طول. البعد ده بصراحه هيخلي لك ملامح الوش اجمل بسبب المسافه دي مع الزوم. ولو عاوز تفهم قصدي بالظبط فبص بين ال1 اكس وال5 اكس. وعندك طبعا تجربه تصوير الفيديو بالموبايل ده ممتازه جدا. يا عم ده بقول لك بيوصل لعند 8K. فتعالوا مع بعض بقى نشوف تجربه الفيديو بالموبايل ده. دي تجربه تصوير الفيديو بالكاميرا الوايد انجل. الموبايل بيقدر طبعا يصور لعند ال 8K، ولكن بيصور 4K 60 فريم من كل الكاميرات، لكن ال 8K ده بيقتصر على الكاميرا الاساسيه بس. ودي طبعا تجربه الصوت. وده كده ال1 اكس 3 اكس، طبعا التبديل مش اسلس حاجه. ال5 اكس بتقطع برضو شويه، بعدين ال10 اكس. ولو مش مدرك البيت ده بعيد قد ايه فاحنا هنا كده. ودي كده الوايد انجل. ولكن الاروق من تصوير الفيديو العادي بالموبايل هو تصوير الفيديو البورتريه او الفيديو المعزول عامه. الفيديو بورتريه ده انت هتنبهر بيه لدرجه ان انا اول فيديو بورتريه شفته بالموبايل ده كنت مفكره صوره اصلا، عند ما لقيت زرار تحت واكتشفت ان ده فيديو، وشغلت الفيديو ولقيت ان اداء العزل ده ثابت بطول الفيديو. ولكن طبعا هي بتحجمك شويه في الكواليتي لان انت ما بتقدرش توصل بيها لعند 8K 30 فريم. كمان نظام ثبات في الموبايل ده كويس جدا لدرجه انك هتكون بتهز ايدك زي ما ظهر قدامك كده في الفيديو والفيديو ثابت تماما. ودي تجربه الفيديو مع الاستابلايزيشن واللي سامسونج بتسميه السوبر ستيدي مود. وتعالوا بقى نجربه مع بعض. ده كده تصوير السوبر ستيدي مود بالموبايل او الاستابلايزيشن يعني عامه. وده كده تحريك ايدي. ده طبعا بالكاميرا الوايد انجل عشان تقدر تكون بتحاكي لشكل كاميرات الجو برو. طبعا انت عندك شويه نويز هنا، ولكن بتقدر تصور بالواحد اكس النويز دي بتختفي تماما. وده برضو شكل ثبات الكاميرا في الواحد اكس. ونيجي بقى للكاميرا الاماميه واللي طبعا مميزه برضه، ولكن مش بنفس ابهار الكاميرات الخلفيه. هي كاميرا تقليديه وهتطلع لك صور ممتازه كفلاج شيب ويعتمد عليها جدا، وطبعا بتصور لك فيديوهات لعند 4K 30 فريم. ودي تجربه الفيديو. ده كده تصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه، بس الاضاءه بقت اقل شويه، بس دي يعني الوانها. وبرضه الصوت من المايك بتاع الموبايل نفسه. وعندك برضه الموبايل بالليل بيطلع صور ممتازه جدا، ودي بعض الامثله على الصوت. ولكن بصراحه تصوير الفيديوهات بالليل ممكن تلاحظ فيه بعض النويز، واوقات بتكون النويز دي قويه كمان. واللي خلاني الاحظ ان النويز دي قويه ان انا كنت بجرب الموبايل ده جنبه موبايل تاني وهو ال13 برو ماكس اللي هو موبايل قبله بسنتين ثلاثه، وكان ال13 برو ماكس مفيش فيه نقطه نويز، على عكس الموبايل الاس24 الترا كان ظاهر فيه بعض النويز. فبصراحه لو تصوير الفيديو هو اهم شيء بالنسبه لك ممكن تفكر في موبايلات ابل. فلو انت بتدور على موبايل قوي ومتكامل وداعم لمميزات الذكاء الاصطناعي وبتصميم انيق وشاشه ممتازه وبطاريه قويه وكاميرات فجره، فالموبايل ده هيكون اختيارك الاول. وكمان الموبايل ده سعره نزل في الفتره الاخيره، تقريبا وصل زي 48000 45000. وبس كده يا عم احنا وصلنا لنهايه الفيديو، وكان فيديو متعب جدا. فيا ريت بقى تدعمني بسبسكرايب ولايك وتقدر التعب اللي انا بذلته في الفيديو. استنى لسه ما خلصت.